ليه جسمك بيرتعش وانت نايم؟ هقولك دلوقتي السبب العلمي زائد 6 معلومات مثيرة عن النوم. معلومات مثيرة عن النوم. عمرك حصلك كده نايم في أمان الله وفجأة جسمك يهز كأنه واقع من على السرير؟ الموضوع مش صدفة، ده له تفسير علمي غريب. ومش بس كده، النهاردة هقولك ايه اللي بيحصل لجسمك في اللحظة دي وليه بتحصل، وأغرب 6 حقائق عن النوم عمرك ما سمعتها. جاهز؟ يلا بينا. أول ما تبدأ تدخل في النوم جسمك بيبقى في حالة انتقال غريبة جدا. المخ بيدخل في أول مرحلة من النوم الخفيف وبيبدأ يقلل نشاطه تدريجيا، لكن ساعات بيحصل لبس. المخ يفسر إن جسمك بيفقد السيطرة، كأنك هتقع فعلا، فبيعمل حاجة شبه إنذار. إيه اللي بيحصل؟ يبعت إشارة كهربائية قوية جدا للعضلات عشان تتحرك فجأة. دي رعشة النوم أو هيبنيك. طب إيه هي الهيبنيك؟ هي اهتزازات بداية النوم أو النفضة النومية. هي انتفاضة لا إرادية تحدث أثناء الغفوة أو الحالة التي تسبق النوم تماما، كأن يكون الإنسان على وشك أن يغفو، وغالبا تتسبب في استيقاظ مفاجئ. فيزيائيا اهتزازات النوم تشبه القبضة التي يختبرها الشخص عندما يفاجئ، وغالبا ما يرافقها الشعور بالسقوط، فالمخ لسه عنده ردة فعل دفاعي يحميك من السقوط. دلوقتي التفسير العلمي. الظاهرة دي بتحصل مع معظم الناس، وممكن تحصل أكتر لو كنت مرهق جدا، عندك توتر أو قلق، أو شربت قهوة أو منبهات قبل النوم. جسمك وقتها بيحاول يطمنك إن كل حاجة تحت السيطرة، يعني رعشة النوم بتساوي ريستارت بسيط قبل ما تدخل في النوم العميق. دلوقتي وقت الأمثلة. الأغرب بقى إن معظم الناس بيحلموا في اللحظة دي إنهم بيقعوا من مكان عالي. ليه؟ من مكان عالي. طب ليه؟ لأن المخ بيربط الإشارة العضلية بالصورة الذهنية للسقوط. وفي دراسات اتعملت في جامعة كولورادو 70% من الناس قالوا إنهم حسوا بالرعشة دي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بما إننا بنتكلم عن النوم، خليني أقولك 6 حقائق سريعة. العقل بيفضل شغال وانت نايم، بيعيد ترتيب الذكريات. 12% من الناس بيحلموا بالأبيض والأسود. الحيوانات عندها رعشة نوم أو زي البشر. لو حرمت نفسك من النوم جسمك بيبدأ يهلوس بعد 3 أيام. لو نمت أقل من 6 ساعات لفترة طويلة مناعتك ممكن تضعف جدا. طيب، نصايح علمية تقليل رعشة النوم. عايز تقلل رعشة النوم وتنام أهدى؟ جرب الحاجات دي. ما تشربش قهوة قبل النوم ب6 ساعات. اعمل استرخاء قبل النوم زي التنفس العميق. حاول تروح السرير في نفس الميعاد كل يوم. ابعد عن الموبايل قبل النوم بنص ساعة. وفي الخاتمة، الموضوع طبيعي جدا ومش خطر، بالعكس دليل ان جسمك لسه شغال يحميك حتى وانت نايم. لو عجبتك المعلومات اعمل لايك واشترك في القناة، واستعد للحلقة الجاية عن اسرار جسمك اللي عمرك ما كنت تعرفها.